السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم بطريقة ان ازاي نسيح الزبدة البلدي من غير ما تتحرق او يطلع لنا فيها مرجة ويكون طعمها مش حلو. لا، النهاردة هنعملها يعني حاجة كده بسيطة وسهلة وتخلي بالك منها، وازاي تعرفي ان هي ازاي طابت او لسه. كل ده هنشوفه النهاردة في الفيديو. الاول كده بنحط زي ما انتوا شفتوا كده. في الاول حطينا ال2 كيلو، ما هنا معانا 2 كيلو هنسيحهم. حطيناهم في حلة اكبر منهم، ماشي. وبنخليها على نار هادية، ولا هي عالية ولا هي واطية، يعني نار متوسطة كده. وبنسيبهم بقى لحد ما اللون الابيض اللي هو الوش ده الابيض بيختفي. هنا كان في كيس هنشيله، يعني كيس كان مع الزبدة الصبة هنشيله كده. و يعني دلوقتي هي لسه في مرحلة ان هي بتبدأ ان هي تطيب، يعني لسه قدامها كمان ايه 10 دقايق كده. اول ما بنلاقي الوش الابيض ده راح منها لازم نخلي بالنا منها، ما ينفعش نسيبها ونروح يعني نشغل في حاجة تانية. لا، لازم نقف جنبيها وكل شوية نقلبها عشان مفيش حاجة تلزق من تحت وكده. دلوقتي اهي هي طابت، بس لسه المرجة بيضة، فهنطفي عنها النار وننقلها بعيد. هي من السخونة بتاع الحلة المرجة هتطيب، يعني ما تخافيش، عشان بس الزبدة ما تتحرقش منك والمرجة بتتحرق. لا، احنا خلاص كده لقيناها اهي، ان خلاص الوش الابيض اتشال ولونها كده ايه، عمل سمنة اهي، يعني عملت سمنة. خلاص هنركنها، ولسه لسه المرجة بتاعتها بيضة. هنقفل بقى، لأ، هنقفل عنها النار ونسيبها بس دقيقتين مع هي كده اهي قفلنا عليها النار. هنسيبها بقى في السخونة بتاع الحلة، هي هتطيب بس من غير ما تتحرق. يعني في فرق ان احنا نفضل سايب كده من السخونة بتاع الحلة، شايفين اكنها بتغلي وهي لسه على النار، بس احنا شلناها من على النار خالص عشان ما تتحرقش. اهو هو كده بعد ما طابت اهو، حتى مفيش مرجة. بصي بقى في الحتة دي لو عندك شاش حطيه، بس انا ما كانش متوفر عندي شاش، فجبت مصفى تكون ضيقة خالص وتكون نظيفة وتكون ناشفة، ما يكونش فيها نقطة ولا نقطة مية، ونروح مصفينها كده كويس. المرجة اللي طلعت